ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. يا رب دايما تكونوا بخير على طول كده يا رب. لو لسه اول مرة تشوفني واول مرة تتابعني على اليوتيوب واول مرة تشوف فيديوهاتي، ادخل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه يا برنس. والقناة تكبر ان شاء الله بيكو وليكو، تبقى حاجة كويسة كده ان شاء الله باشتراككم وبدعمكم ليا المستمر بإذن الله. ونخش في موضوع الفيديو على طول. نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اللي هيلعب النادي الأهلي في أولى مباريات كأس العالم للأندية في دولة المغرب يوم الأربعاء 1 فبراير. طبعا البطولة هتبقى من يوم 1 ليوم 11 فبراير زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. أول مباراة للنادي الأهلي مع أوكلاند سيتي. أوكلاند سيتي عام تأسيسه 2004، يعني من حوالي 19 سنة. طبعا انت هتقول ايه الفرق الشاسع وايه التاريخ وايه وايه وايه. احب اقول لك ان اوكلاند سيتي اللي متأسس من 19 سنة ده حصل على الدوري النيوزيلندي 8 مرات. هتقول ايه جاب 8 مرات ل 42 مرة النادي الاهلي؟ يعني فرق كبير، مفيش وجه مقارنة. واخد 7 كاس خيرية نيوزيلندي، برضو لا يذكر بالنسبة للنادي الأهلي وتاريخ حصوله على البطولات وإنجازاته وكده. لكن تعالى بقى شوف بقى دوري أبطال أوقيانوسي. دوري أبطال أوقيانوسي، قارة أوقيانوسي. نادي اوكلاند سيتي واخد البطولة دي 10 مرات. اخر مرة حصل على البطولة يا برنس، اخر مرة حصل على البطولة يا نجم كان موسم 2022 اللي فات. يعني بالتساوي مع النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي واخد 10 دوري ابطال افريقيا، نادي اوكلاند سيتي برضه لا يقل عنه واخد 10 دوري ابطال قارة اوقيانوسيا. سيبك بقى من الدوري المحلي والكاس الخيرية وعام تأسيسه ايه، ده اللي فبيدل ان القارة نفسها يعتبر الفريق المهيمن والمسيطر عليها هو اوكلاند سيتي ده. طيب، نادي اوكلاند سيتي في الدوري لحد دلوقتي لعب 9 مباريات. لاعب 9 مباريات، عنده 22 نقطة من ال9 مباريات دول. مناصفة مع نادي وينجتون، هو بيحتل الصدارة مناصفة مع نادي اسمه وينجتون في الدوري النيوزيلندي هناك. هو زي ما قلنا عنده 22 نقطة من 9 مباريات، 7 فوز 1 تعادل 1 هزيمة، يعني ما اتغلبش الا في مباراة واحدة حتى الآن من 9 مباريات. عندهم لاعب اسمه إيميليانو تادي. إيميليانو تادي، اللاعب ده لحد دلوقتي مسجل 5 أهداف. هو المهاجم بتاع الفريق. اللاعب ده مسجل 5 أهداف مناصفة مع زميله في الفريق كاميرون هويس، لاعب خط وسط اسمه كاميرون هويس. تمام. سيبك من إيميليانو تادي، مهاجم هو خطير ومن أخطر اللاعبين اللي موجودين في أوكلاند سيتي. لكن تعال شوف اللاعب الخطير التاني كاميرون ده هويسون اللي احنا هنتكلم عليه. لاعب خط وسط محتاج تركيز قوي من اللي هيلعبوا في خط الوسط والدفاع عندنا يقدروا يتعاملوا معاه ازاي. اللاعب ده الموسم اللي فات مسجل 11 هدف. الموسم اللي فات مسجل 11 هدف وصنع 5 أهداف في 29 مباراة في مختلف المسابقات اللي شارك فيها أوكلاند سيتي نيوزيلاند. يعني انت كده عندك دلوقتي المهاجم إيميليانو تادي، وعندك كاميرون هويسون ده. دول أخطر 2 لعيبة في نادي أوكلاند سيتي عامة.
فانت عشان تتعامل مع كاميرون هويسون، ده لاعب صغير في السن، تمام، فهو سريع ومهاري، وواحد على واحد دي واتنين على واحد بيعديها سهل. فانت عشان تمسكه لازم تبقى واخد بالك من هو بيتحرك ازاي، يعني تحاول تقراه في اول 10 دقايق في المباراة، لان خلاف كده هيعمل لك قلق وهيعمل لك صداع في الملعب وهيعمل لك دوشه. ولو قدر يوصل لمنطقه ال 18 عندك، ايميليانو تادي على طول هتلاقيه بينادى عليه وهو راح مديله، او هو راح مكمل وراح ايه، عامل لك قلق، وممكن يا يسجل هدف يا يعمل اسيست. فنخلي بالنا جدا 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 من كاميرون هويسون ده، لان هو لاعب خط وسط وبيقدر يلعب صانع العاب، وفي اوقات كتير قوي بيلعب جناح، في اوقات كتير قوي بيلعب جناح. اما ايميليو تادي ده بقى يا باشا، ده ارجنتيني الجنسية، وده مهاجم، يعني هما مسمينه بالنسبة ليهم سفاح. بيقول لك يعني من بين كل 3 4 فرص بيجيب 2. فين بقى؟ الله اعلم، احصائيات وارقام هما بيعتبروه كده عندهم. فنخلي بالنا جدا من الاتنين لاعيبه دول. وده كان تفاصيل في نادي اوكلاند سيتي قبل لقائه مع نادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وان شاء الله التوفيق يكون للنادي الاهلي. وعلى فكره يا جماعه، قبل ما اقفل الفيديو وقبل ما انسى، النادي الاهلي قابل اوكلاند سيتي قبل كده في كاس العالم للانديه في 2006 في ربع النهائي. كتيبة مانويل جوزيه، كتيبة الإعدام اللي كانت موجودة في النادي الأهلي، محمد أبو تريكة، أمادو فلافيو، جilberto، عماد متعب، الجيل اللي كان جيل عظيم ده. والنادي الاهلي قدر يفوز على اوكلاند سيتي في ربع النهائي، ووصل لنصف النهائي لكن خسر ولعب المركز الثالث والرابع. ودي كانت اول برونزيه للنادي الاهلي في عام 2006. والنادي الاهلي ساعتها كسب اوكلاند سيتي 2-0، كان هدفي محمد ابو تريكه من ضربه حره ثابته مباشره، والهدف الثاني كان اماتو فلافيو، كانت شوطة من بره ال 18. ودي كانت من الأهداف النادرة لفلافيو اللي كان بيجيبها برجليه بصراحة. والإنجاز الوحيد اللي حققه نادي أوكلاند سيتي في كأس العالم، هو شارك في كأس العالم لحد دلوقتي 9 مرات، كأكتر الفرق المشاركة متخطية النادي الأهلي ونادي ريال مدريد الأسباني. المرة اللي جاية دي هتبقى المرة ال10 ليه في تاريخه. في ال9 مرات اللي فاتوا ما حققش إلا إنجاز وحيد، المركز الثالث عام 2014 اللي كانت بتستضيف النسخة دي دولة المغرب برضه. فربنا يوفقنا وما يكونش دولة المغرب وشها حلو على أوكلاند سيتي، يكون وشها وش السعد والخير على الجمهور المصري وعلى الفرقة العربية والفريق المصري النادي الأهلي. وبتمنى من ربنا إن ربنا يوفق النادي الأهلي يا رب، ويحقق الفوز على نادي أوكلاند سيتي، ويخش بعد كده على نادي سياتل ساندرز أو ساوندرز الأمريكي، أي الكلمتين صح. وربنا بس يكرمنا، وهنجيب تفاصيل عن نادي سياتل ساندرز الامريكي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوف وشكم على خير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. وسلام يا احلى متابعين على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.